تشكيل الاهلي المتوقع للمباراه: في حراسه المرمى محمد الشناوي، على اليمين محمد هاني اللي كان غيابه مؤثر في الفريق في مباراه غزل المحله الماضيه، لعب مكانه عمر كمال عبد واحد اللي عمل شوط اول وخرج ما بين الشوطين في مباراه غزل المحله وعمل شوط سيء. في قلب الدفاع اشرف داري واحمد رمضان بيكهام، ويا ريت احمد رمضان بيكهام يكون مركز في المباراه دي لانه بيعمل اداء سيء برضه. على الشمال كريم فؤاد اللي بيقدم مستوى رائع. في خط الوسط اليو ديانج اللي بيأدي اداء رائع، واحمد رضا ومحمود تريزيجيه اللي المفروض تريزيجيه يركز اكتر من كده لانه جاي نجم. المفروض تريزيجيه من كباتن النادي الاهلي يبقى اكثر تركيز. وفي الهجوم على اليمين احمد سيد زيزو، وعلى الشمال اشرف بن شرقي، وفي الهجوم محمد شيرين. ان شاء الله لاعيبه الاهلي تكون مركزه في المباراه دي والمباراه دي تخلص بنتيجه كبيره لصالح النادي الاهلي. الكابتن محمود الخطيب ذهب لتدريبات النادي الاهلي صباح اليوم وحذر اللاعبين من فقدان اي نقاط جديده، واغلق ملف تجديد وتعديل عقود اللاعبين حاليا بسبب سوء النتائج، واكد للاعبين ان اي لاعب يجي له عرض وعايز يمشي مفيش اي مشكله. توقعك لنتيجه مباراه الاهلي وبيراميدز غدا السبت؟